ومجموعة من الزوبعات اللفظية ومجموعة من العواصف الرعدية والعواصف الحزم والأمل ورعد الشمال وبعدها جزء رعد الجنوب، ما أعرف يعني، لأن الواقع أعطى إشارة واضحة للسعودية إلى أن التدخلات الميدانية تدخلات غير موفقة، لم تحسم أي ملف تدخلت به عسكريا، وهذا مرتبط بتاريخية الفشل في التدخلات السعودية. السعودية تتميز من دول المنطقة بأنها تختار المنطقة الفاشلة للتدخل دائما. هاي أمنيات المتعاطفين مع المحور الإيراني. السعودية باليمن يجوز، صحيح، أنا متعاطف مع المحور الإيراني، بس أنا أنطيك معطيات واقعية ميدانية على مدى مثلا 30 سنة أو 50 سنة من التدخلات السعودية. تدخلوا لنصرة حكومة السلال في اليمن، ضد الحركة القومية العربية بزمن جمال عبد الناصر، تدخلوا ضد وحدة اليمن الشمالية والجنوبية. سعودية اليوم ليس سعودية الأمس. لا اسمح لي، خليني، أنت اعترضت على رأي طرحته. تفضل. اسمح لي أكمل. تفضل. حتى يصير حوارنا أخوي ومفيد للمشاهد الكريم. تفضل. لما أقول تدخلت وفشلت، هذا رقم ميداني. دعمت صدام في حربه ضد الجمهورية الإسلامية، ثم دعمت الأمريكان في إسقاط صدام وسمحت للقوات الأمريكية بالدخول من السعودية. هذا تغيير، فشل ونجاح. والآن تدعم البعثيين لعرقلة النظام السياسي. هذا بحسابات التدخل، بحسابات الدراسات السياسية الجيوستراتيجية أو الاستراتيجية على الأقل. واضح أنه تخبط، سياسة غير ثقيلة غير متزنة. السعودية بالرغم من أنها دولة كبيرة للأسف، إلا أن تدخلاتها تدخلات دائما فاشلة، دائما تختار البعد الآني الزمكاني المقطعي، وتعتقد أنها سوف تحسم، مثل ما شجعت صدام وورطته بالحرب ضد إيران. جيد. مثل ما يعني دفعت ثمن تدخلات صدام وقوة صدام باحتلال الكويت والخفجة والسعودية وغيرها، مثل ما أجت دعمت الدول الغربية في إسقاط نظام صدام. هذا كله أنا أعتقده ضد المصالح الاستراتيجية السعودية. الآن دكتور ناجح، عذرا، الحلقة طويلة، أكمل بس هاي الفكرة، بس هاي الجملة. تفضل. الآن يوجد تدخلان سعوديان في المنطقة لم يحسما، وأعتقد أنهما مرغا أنف السعودية بالوحل وليس بالذهب والطين يعني. دكتور ناجح، ليش هذا إذن التهليل بهذا التدخل السعودي وكثيرهم معولين عليه، أنه هذا عمقنا العربي، أخيرا انتخى، إحنا العراقيين السنة اللي يظلمونا الصفويين، اللي يظلمونا المتعاطفين والتابعين للمحور الإيراني. وقال لك سيد منتظر الكناني، عفوا أبو منتظر الكناني، سيد كامل، يعني قال لك انه اسيق لك بعد امثله على تاريخ الفشل السعودي. ليش هذا التهليل؟ ليش بنحل مشاكلنا عراقيا بيناتنا؟ حياك الله استاذ احمد. حياك الله. مشاهدين قناتك. يعني الاخ الضيف يعني على كلامه انه السعوديه كل شيء تريد تسويه. اذا هي دعمت صدام بحربه ويا ايران، فصدام انتصر على الحرب ويا ايران واخذ نص ايران، خلى كل واحد طراته 10. زين، هذا واحد. واذا يقول سقطوا صدام فهم نجحوا اذا كلامه صحيح. وكلهن اللي قالوا. لكن اريد اسال سؤال، هو شو وقت السعوديه اكو دوله تقدر تقدر تدوس شبر من ارض السعوديه على مر التاريخ؟ يفشلون باليمن، يفشلون دول خارجيه، هذا ما يعتبر فشل. لكن قل لي اخر قضيه النمر، الصبح صرح خامنئي هذا العملاق مال اليوم اللي طارح نفسه نائب الامام المهدي. انا ما اريد الجر دكتور اذا تسمح لي. دكتور اذا تسمح لي، قال ان شاء الله يحطهم بالنار. لا ما نريد نجر الحوار. 20 يوم يبوسون يقبلون بايدي السعوديه ايران. هل السيد الضيف إما إيران اليوم خاض على السعودية وتبوس بأحذية السعودية ومدى يقبلون بهم؟ يعني إيران ما تعرف قوة السعودية. لو كانت السعودية ضعيفة، ومعروف خامنئي من يركب له دولة بعد ما يرحمها، مثل ما سوى بسوريا وبالعراق، اللي يخضع له يسحقه. لكن ليش السؤال، ليش ظريف البارحة بميونخ وقبلها يا معودين ترى احنا أخوة وتعالوا وخلنا نتفاهم؟ أعتقد هذا دليل ضعف إيران ودليل قوة السعودية. وهاي قوة السعودية هي اللي خلتكم ترحبون بهذا التدخل، وحتى اكو دعوات مباشره من بعض القوى السنيه لتدخل عربي برئاسه السعوديه وبقياده السعوديه من اجل العنوان طرد داعش، بس بدواخلكم تردون تضمنون حدود اراضيكم واقليمكم من خلال قوه عربيه واسلاميه مشتركه تدخل العراق.
ابدا ابدا، هذا كلام ما يعني يجوز ما تدري به انت، مو دقيق. احنا مو بدواخلنا، احنا مو بدواخلنا. بعد دخول داعش وتشكيل ميليشيات الحشد الشعبي خرجنا ببيان انا وعلى الحاتم، واذا ترجع له طالبنا بالنص بدخول قوات عربيه وخليجيه ومن الجزائر وتدخل بالمناطق الغربيه طرد داعش وطرد الميليشيات، لانه دخول الميليشيات في المناطق العربية السنية يقوي داعش ويعطي ذريعة لداعش بأن تجند الشباب. هذا قلناه في بيان كامل. نحن هاي الدعوة أول من طلب تدخل قوات عربية سنية في المناطق الغربية لمقاتلة داعش وطرد الميليشيات، لأن الميليشيات مرتبطة بإيران. أن يعيرني على قول صفوان بن أمية أن يعيرني قريشي خير من يعيرني هوازني، فأنا يفزع لي اليوم عربي ابن عمي من نفس النسيج المجتمعي والمناطق افضل ما يجيني ايراني من ولد برانه والله جاني عجمي ويامرني وقاسم سليماني. دكتور هاي الامنيات العرب. انا اريد اقول استاذ احمد، تفضل. اليوم العربي ما يخوف. اذا تجي العربي الشيعي من الجنوب كلمة دائما يقولوها، كل شيابنا يقولوها، يقولون ينكر اصلا كلمة مو زينة. زين خليني اسالك لو لا عروبتها اكثر من كل الدنيا. جيد. فهذا ما يعيب العربي لما يجي ابن عم العربي يفزع له، لكن العيب ان يجي فارسي عجمي يفزع له. هاي القصة. زين. مثل الامنيات اللي وصفتها من السيد كامل الكناني، وقلت لها امنيات المتعاطفين والداعمين للمحور الايراني، هاي مو امنيات انه السعودية تجيكم. منو انتم على مود تجيكم السعوديه؟ السعوديه عندها سوريا، هذا الملف الاهم عندها. والله السعوديه لو تريد تتدخل بالعراق من زمان تتدخل. اذا انتم ايضا جاي تتاملون في موضوع ما راح يصير. لا احتمال ما عندها الامكانيه مثل ما قال سيد الكناني، او ما عندها ذيك الاولويه انه تتدخل بالعراق. والله شنو تخلي حدود للاقليم السني وتحمي السنه، وموجوده امريكا لاعب قوي بالملف يجوز معتمد عليه. شوف استاذ احمد، قوة السعودية ودول الخليج والدول العربية مو بالقوات العسكرية، بقواتها الاقتصادية، بمقبوليتها بالعالم من صناع، يعني من أكثر المناطق في العالم هي صانعة للقرار الدولي. وبالتالي إذا تلاحظ اليوم تدخلات الدول العربية ومطالبات العرب السنة بقرارات دولية، اليوم انمنع الحشد من دخول الأنبار من ثلث العراق، وانمنع من دخول الموصل، والآن بصدد طرد الحشد الميليشيات الحشد الشعبي من صلاح الدين ومن ديالى. هذا مو هين، مو شيء هين، هذا ما صنعوه مشعل الجبوري ولا صنع وفيق، هذا صنعت الدول العربية. اليوم تريد أن تحافظ على عروبة العراق. لما يطلع علي يونسي يقول هاي عاصمة إيران ولازم العرب ينزعون العقال والغترة والكوفية، هذا أثار ابن الجنوب. خليك وياي دكتور ناجي، خليك وياي وخلينا نرجع للاستوديو. هم يعلمون بأنهم تبعية إيرانية، بس ذولا كيفوا. خليك وياي. أما تهديد العقال العربي والكوفية، هذا اليوم أنا متأكد كل قبائل الجنوب العربية هي فرحانة ومسرورة بتدخل، إذا كان هناك تدخل، لكن على الأقل بتحجيم الدور الإيراني في العراق للحفاظ على العقال والدشداش العربي. الجمهورية الإسلامية انقتلوا منها 450 حاج بحادثة منى، وما قطعت العلاقة مع السعودية، ما قطعت العلاقة مع السعودية. هذا مو دليل على أنهم يتوسلون، وعبر في التعبير غير لائق الأخ ناجح. احنا عندنا دولة تتصرف سياسيا بقوة وبعزة وبمنعة، وتواجه أعدائها بشراسة وببطولة، وتواجه خصومها بمفاوضات ومواقف سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية بعيدة المدى، ولكنها مع دول المنطقة تعتمد سياسة التهدئة والحوار. هذا دليل نضج، هذا دليل إنسانية، هذا دليل عمق هذه الدولة وقوتها. الواثق فقط هو الذي يستمر في مشروع للحوار يستمر ب 12 سنة وبعدين يحصل على أهدافه. أنا مو هنا حتى أدافع عن السياسة الإيرانية، أنا أقول احنا ما جاي نحكي عن السعودية فقط، جاي نحكي عن 34 دولة، جاي نحكي عن مصر، جاي نحكي عن الإمارات، جاي 34 عن باكستان، جاي نحكي عن 34 دولة. أول ما سمعنا بالتحالف، أنا أعتقد هذا تسويق إعلامي غير سمعنا هاي الكلمة تسويق إعلامي في بداية إعلان التحالف باكستان، لكن الآن يبدو طرح اسمها في عاصفة في حرب ضد اليمن. الباكستانيون قالوا لا نشارك في حرب خارج السعودية. إذا تعرضت المملكة العربية السعودية إلى عدوان، نحن ندافع عن مكة والمدينة وعن النظام في المملكة العربية السعودية. الحديث الإعلامي عندهم استعداد يدخلون في سوريا جنود رسميين. أنت تقدر تجيب مرتزقة، تقدر تجيب قتلة، تقدر تجيب إرهابيين، بس الدولة بعنوانها الرسمي
ما أعتقد بهذا الكلام. ولحد الآن الكلام عن تصريحات، حتى السعودية قالت نحن جاهزون. كلامك هذا أنت تستبعد لا تستبعد أي تدخل فيما يخص العراق. لا ما استبعد بس أنا أقول حتى تدخل سعودي بالعراق، السعودية من سوريا. بالعراق. السعودية تدخلت بالعراق بعشرات المليارات ومئات المفخخات ومئات الإرهابيين، وسلم مجموعة كبيرة منهم للسعودية. التدخل السعودي واضح علنا، قالوا غيروا النظام وقالوا غيروا هوية النظام وقالوا غيروا المالكي. هذا مشكلة. الآن استبهان يقول هذول معتقلين محكومين بالإعدام لازم نعيد محاكمتهم. إذا الدكتور راجح يعني لا تتوقع أنه تدخل إيجابي من السعودية بالعراق. أي تدخل للسعودية إيجابي لا يوجد. هاي صارت 13 سنة تدخلها سلبي، وما تجرؤ تواجه هاي القوة الإيرانية، الحنكة الإيرانية والقوة الإيرانية. دكتور والله استاذ احمد، انا اعتقد بدايه اول ما انعلن التحالف العسكري الاسلامي كنت طالع وياك وقلت لك هذا التحالف يمتلك سلاح نووي بوقتها. فهسه اقول لك هاي الخطوه الثانيه يوم كنت تواجد، سواء اقتنعت الناس او ما اقتنع، هذا مو هو قضيتنا اليوم. لكن قضيتنا احنا اليوم اذا احنا مقتنعين، يعني هو هذا الخطا الفادح لما سمحوا ولما ابيحت الاراضي العراقيه والقرار السياسي والامن العراقي لايران، هذا يستدعي الأقربون أولى بالمعروف، مو هيك؟ يقول لك أنا السعودية دولة كبيرة بالمنطقة، وإيران في زمن الخميني لما كانت الناس تقدسه والإيرانيين والجيش الإيراني أقوى من الجيش العراقي، انهزمت إيران في زمن الخميني. هذا أولا. ما بالك اليوم السعودية هي أقوى من إيران بكثير. أما والحل أنا أستعين بالسعودية وأحول دولة والحل من وجهة نظركم انه نستعين بالسعودية ونحول ارضنا وحتى الارض السورية الى ساحة قتال بين بلدين ومصالحنا الوطنية تفضل. اقول لك استاذ احمد، من يمسك السلطة عليه ان لا يبادر ببيع العراق وربط العراق بالمحاور. هذا الذي يسأل لماذا جعلت ايران يا حكومة بغداد ليش شلت العراق وجعلتوه تقدسون لإيران وتحمدوا لها صباحا ومساء؟ لما يصرحون للإيرانيين ويتدخلون ليش انطيتوا كل من مقدس إيران؟ العبادي المغضوب عليه يعني فلوس راحت لإيران. عفوا دكتور، منو قدس؟ العبادي المغضوب عليه، العبادي اللي قطع. بصراحة خلينا نحكي العراق أرض عربية ولن نعطيها بكل حروف النفي والجزم، ما نعطيها لإيران. نقطة لا سطر، ذولا عرب هم يقولون مو احنا. فبالتالي باكر يضربون سوق النفط يقعدون إيران يخلوها صوبة ما عندهم. شنو دول عربية عظمى زنقينة لها تصنع القرار الدولي؟ شنو إيران البارحة صارت والله جوقة مال ملالي، والله يصنعون، لا عندهم ذكاء ولا عندهم قوة، وإيران نمر كرتوني. وبدليل جابوا الروس ودولوا قضية العراق وسوريا، انطوها الروسيا وقعدوا هم على بساط المروة، ما لهم من الأمر شيء. شنو قدروا يسوون الإيرانيين بحسابات القوة والذكاء والسياسة والتأثير الدولي صفر، معروفين، دولة شاذة عنا العالم، هذا مو كل العالم حاصرها. سابق وياه وعندهم قوة ودولة، وباعون الدول العربية. سوريا عربية مثل ما تفضل الأخ الضيف، يعني سوريا دولة عربية، العراق دولة عربية. شنو جايين والله جاي شايب عمره 90 سنة والله يحتل بالبلدان ياكلها وحده وهو ايراني فارسي. ما يقبلون بغض النظر، ما يقول لك هذا اسلامي وهذا ما ادري ايش. هاي يسموها العربي استاذ احمد يعرف اكو مصطلح عند العربي يسموها الحمية. هاي الحمية تقف ويا اخوك العربي وين مكان عربي. بس عجب هاي ما اشتغلت باليمن. المهم قادة امريكيين وبريطانيين وقفت اداره العمليات باليمن. عجب ما وقفت باليمن. لازم حتما يردون المشروع الايراني. اقول لك اياها بصراحه. هاي الحمية ايش عجب ما اشتغلت باليمن؟ ايش عجب جنود بريطانيين وامريكان وبالطيارات الامريكيه تنقصوا في اليمن؟ ايش عجب ما اشتغلت هاي الحمية العربيه؟ ما هو اليمن اجانب لو عرب. اليمن لما شافوا الحوثيين مرتبطين بايران وينفذون المشروع الايراني، دخلت السعوديه للحفاظ على عروبه اليمن، وبالتالي من يقول السعوديه خسرت باليمن؟ وعلي عبد الله صالح هم حوثي والحاشد هم حوثي. مالتهم سحقوا صعده وسحقوا جيش علي عبد الله صالح
وتقدموا مجموعه من المقاومه كلهم لابسين دشاديش، شكلوا جيش جديد لانه الجيش والسلاح كله عند الحوثيين. هذا واحد من وعلي الامثله. علي عبد الله صالح واليوم سعودي لمده 30 سنه. شو يريد يسوون بعد الا يسحقوا على اليمن؟ وانا اقول لك اليمن يا اما تنشال من على الخريطه او ترجع الى الحضن العربي، وكذلك سوريا وكذلك العراق. هذا قرار ما بيرجع العرب هكذا.